الرابطة العالمية لمنع الانتحار بتقول الملحدين هم الأكثر ميلا وإقداما على الانتحار من المتدينين، وكانت أقل نسبة انتحار بين المسلمين. دراسة تانية عملت سنة 2015 كمان مجلة بلس ون كانت بتتكلم عن تأثير التدين على الانتحار، فكانت بتقول إن الشخص المتدين أقل بنسبة 62% من الانتحار من الشخص الغير متدين في المجتمعات الغربية. والملحد ده واحد أعلن إن مفيش إله أصلا ومفيش دين ومفيش قيود ومفيش أي حاجة، يعني اللي هو عايزه يعمله. في تصورنا أو في تصوره المفروض يبقى مرتاح جدا، مفيش قيود، مفيش حد يربطني أعمل أي حاجة. ومع ذلك عدم وجود القيود التامة دي في حياته وعدم وجود دين ولا إله ولا أي حاجة ما شفعلوش ان نفسيته تبقى كويسه، بل بالعكس هون نفسه عليه. يعني اللي خلقك هو اللي اعلم بيه. زي ما انا اقول ايه، تخيلي لو بلدنا من غير دستور كانت هتبقى عامله ازاي؟ لو كل واحد فينا ليه دستور. فوضى وعشوائيه هل في بلد اصلا هتنفع تكون كده؟ ما ينفعش. ده احنا ساعات يتحط الدستور وعقبال بس ما الناس تاخد خطوات تطبيق القانون نقول الدنيا هتقلب. انت قد ايه الدستور والقانون بيعملوا انضباط؟ لو كل واحد فينا حط قانونه لنفسه مش تبقى غابه، هتبقى اسوء من غابه. يعني حتى الغابه يقول لك قانون للغابه، لا احنا كبني ادمين ده مش هيبقى لنا قانون، هيبقى لنا كبير بمعنى اصح.